عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله كيف تحقيق جديد. اكيد كلنا بيجي لنا وقت وبنحس باليأس من الحياه، بنحس ان مفيش امل خلاص، وبنبقى محتاجين حد يحفزنا ويزقنا لقدام، بس في الاغلب مش بنلاقي يعني. فانا النهارده بما انك خلاص اوشكت انك تفقد الامل، جايب لكم الناس الصح اللي هتحفزكم وهتحسسكم ان لسه الدنيا بخير. اول حد معانا ابو علي. الساعة 8 الشمس لسه ما طلعتش. يا عم عادي، الساعة مخرفة. الساعة بقت 10 الشمس برضو ما طلعتش. يا عم ما تقرفناش بقى، قلت لك الساعة مخرفة. الساعة بقت 12 الشمس لسه ما طلعتش. ياسر انت واقف قدام الشباك من الساعه 8 للساعه 12 ولحد دلوقتي ما استوعبتش ان يمكن ده يوم القيامه، والشخصيه التانيه اللي بيقول لك الساعه مخرفه ده. طب خلي واحد فيكم على الاقل ما عندوش دماغ والتاني يفكر، مش الاتنين رايحين في داهيه كده. ايه ده؟ استنى، في ناس على الفيس بيقولوا الشمس تطلع بس من الغرب. وريني كده، خد اتفضل شوف. دي وكالة ناسا. هنا هم اخيرا اتاكدوا ان ده يوم القيامه، وتاكدوا اكتر لما شافوا وكاله ناسا قالوا ان الشمس طلعت من الغرب، وهو بالنسبه له تقريبا الغرب اللي هو ورا ظهره. بقول لك ايه، هات المصحف كده. المصحف فاضي، لا اله الا الله. انا اتصدم للمره الثانيه ان ده يوم القيامه لما فتح اول صفحه من المصحف، اللي هو لو فتحه في اي يوم، لو فتحته في عيد ميلاد ماجد الكدواني هتلاقيه برضه فاضي. مش عارف بصراحه ايه الهدف من الفيديو، بس انا بجد لما سمعت الفيديو حسيت ان يا رب يوم القيامه يجي. ابو علي عنده سنه نفاق برضه، يعني يعمل فيديو زي دوت بتاع يوم القيامه المفروض يتعظ بقى وما يعملش ذنوب، ولو عامل ذنب يعني يعمله لوحده، بس هو قرر يعمل الفيديو ده بعدها. كم أغاروا عليها وعلى مقلتيها هي لي دون الأنام يا روحي ليتك أن تبور. انا حسب علي لو شاف الفيديو هيقول لك انا ما كانش قصدي حاجه، اتش دوت واحد صاحبي اسمه هشام. يا عم فكك، ارتبط بمين يا عم ولا امشي مع مين؟ ده بقولك ده كل واحد بيشوفها في الشارع بيتكلم عليها من فوقها لتحتها. انت مش شايف لبسها ولا مش؟ يا اسطى انت مطرطر على الكاميرا ولا ايه؟ في العشر الاخر من رمضان تفاطر ده، هو قال 10 الاخر من رمضان بس انا مش صايم، هبقى اعوضهم يعني بعد رمضان ما حصلش حاجه. طب خد بقى التفاحه دي ادخلها. طب ما تجيب التفاحه دي طالما انت يعني صايم وخش جوه استتر بعيد عني، لان التفاحه دي عامله زي البنت بالظبط. دلوقتي لو انا قسمت التفاحه ديت قلت لها خد النص بتاعها هتقدر تاخده؟ مش معنى بقى. لا يا اسطى هاخد التفاحه واكلها عادي، انت لسه قاطعها فهتبقى جاهزه للاكل واللحس والمص، وكمان يعني لو التفاحه مفتوحه زي البنت انت كده فشخت البنت اكتر من صاحبك الفاطر ده. في قلبي مسكن أنت فيه ليس فيه سواك أنت للقلب دواء. واضح ان علاقتك بصاحبك هشام حلوه خالص يا اسطى، بس يعني شويه تحفظ يا ابو علي، مش طالبين غير شويه تحفظ. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي. معانا بقى الدسوقي الذين هزموا الباتشينو وماسيو ماكوني في التمثيل. يوسف هات لي صابونه من عندك. ايه ده؟ اتفضل الصابونه اهي. هو انت كنت واقف دلوقتي ورايا؟ انت بقيت بتقول حاجات غريبه اول يومين دول. هو العصير انت شربته كده ازاي؟ ايه عايز تشرب؟ على العموم عملت حسابي. يا اسطى ليه؟ ما انت حتى لو عندك قدره خارقه ما تشرب، بس تحط الشاليمو في الازازه واشرب، مش بعيد يعني كده انت خلاص مضيت مع الماسونيه يعني. ده لو اقل شيطان شاف الفيديو هيتفشخ ضحك ويبطلها شغلانه. انت ازاي عملت كده؟ من قدرات يوسف الخارقه برضه ان هو بيعرف يقلل اضاءه التليفون. تخيل اخوك الكبير بالغباء ده. اصل لو جبت حد عنده متلازمه دون هيعرف انك متعاقد مع الشيطان، فالحوار مش محتاج يا اسطى كل ما تشوفه بتتفاجئ ليه. يعني مره يشرب العصير والشاليمو بره وقلنا ماشي، بس انه يقلل اضاءه التليفون فهو كده مش طبيعي. ناولني كده كوبايه الميه اللي قدامك. اتفضل الميه. ايه في حاجه ولا ايه؟ هات الميه. هي ازاي الشوكه كانت كده؟ شوكة ايه يا عم؟ انا مش واكل والله. يا اسطى ده الجزء الثاني وانت لسه ما فهمتش. انا متاكد ان يوسف حتى لو جه قال لك ان هو فعلا كده انت برضه هتتفاجئ وتساله. كنت مش ملاحظه ان اخوك يوسف بقى في حاجه غريبه اليومين دول؟ لا ما فيش حاجة، أنا شايفاها عادي. لا مش عادي، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. في الحمد لله اخيرا فهم. في يا عبد الرحمن. كنز احنا لازم نسيب البيت ده دلوقتي حالا. طب يوسف ما لازم نسيبه. يبقى لا فعلا قدرات خارقه يعني. طب حلو كده عليهم. مش هطول مع الدسوقي بصراحه لان انا كنت عامل فيديو عنهم كامل قبل كده، عارف انهم محتاجين مسلسل كامل بس عشان بضاعه. نخش بقى عن حد هيغير تفكيرك عن كلمه كرنج او عن البنات عامه. معانا هاني الليثي. كلمات كرنج البنات بيقولوها او في شويه بنات بيقولوها. اول كلمه البنات اللي بتقول على برودكت او فستان مثلا او حاجه قمر.
هديكوا اكزامبل عشان تفهموا ماشي. مثلا الساعه دي، الله ايه الساعه القمر دي. حاسس كلمة قمر لو طلعت من بنت هتبقى عادية شوية، بس أنا قرأت الكلمة أول ما أنت قلتها. كلمة قمر طالعة منك زي الخرا بصراحة، بالذات بعد الضحكة تاني حاجه بقى، هي مش كلمه، هي حاجه البنات بتحبها، او مش كل برضه البنات بتحبها، بس يعني معرفش ليه بالنسبه لي يعني كرنج، بس يعني يا رب حد يفهمني. اي بنت بالنسبه لي بتحب ستيتش كرنج. يسطا هو اللي بيضحك؟ انت ليه بتتفشخ ضحك بعد اي كلمه؟ المشكله مش حاجه بتضحك اصلا، وربنا اصلا اكتر حاجه كرنج في الموضوع هو انت. تالت حاجه، هما كلمتين بس دايما بيبقوا ايه مرتبطين ببعض. السوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وجفت. يعني مثلا ايه، يا بنتي انا مشهوره طبعا، بيجي لي جفتات على السوشيال ميديا. انت ايه يا ابني وصلك للحاله دي؟ انا عامه فاهم شويه هو ايه اللي وصله لكده. الواد ده ما عندوش صاحب ولد في حياته، كله اصحابه بنات بس، وفي الاغلب هتلاقيهم بيقولوا له يا هنون يا نوني يا بضاعه. بارت 3 من كلمات كرنج البنات بيقولوها، والنهارده بقى جاي لكم بالاديشن بتاعه البنات الانمي. ليه يا جماعه مثلا اكون يعني بتصور مع واحده او قلت لها كلمه حلوه الاقيها عملت لي لا لا بجد بجد، لا 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 يا اسطى ما فيش واحده بتعمل كده. عمري ما شفت بنت بتعمل كده بعد 2019 ايام ما كان BTS في البرايم بتاعها، اللي هو لو بصيت على شنطه اي بنت ساعتها هتلاقي جون كوك بيتورك وعينه اليمين بايظه بسبب ان الطباعه وحشه. اول حد اشوفه بيعمل كده في الزمن ده هو انت. او مثلا اجي مثلا اقول لها باي باي الاقيها تعمل لي اوريجاتو. اعذرني ابعد غصب عني، قلبك خاين وخدعني. انت اكتر حد متصنع شفته في حياتي يا اسطى، واكتر حد مش فاهم هو بيعمل كده ليه بوشه وهو بيضحك. انا بس طالب منك طلب عشان خاطرك والله، مش عشان صاحب راجل واحد بس في حياتك هو هيفوقك من اللي انت فيه ده. اسبوع بس كفايه، اسبوع وانهي علاقتك بيه. طب عشان انا بقى وحشتكم رجعت لكم ببارت 18 من كلمات كرنج شويه بنات بيقولوها، والاديشن بتاعت النهارده البنات. بصوا يا جدعان ما تخافوش مش هكمل الفيديو، انا بس عايز اعلق على حاجه بسيطه. بارت 18 يا اسطى انت عامل 18 جزء من الحوار ده، انت فاضي يا ابني ولا ايه؟ والدرجه دي بتقعد مع بنات كتير كده؟ طيب معانا بقى دكتور زينهم. انت لو بتحب الطب وحلم حياتك تخش طب هتتعقد منه اول ما تشوف فيديو واحد لدكتور زينهم. ليه بقى؟ عشان لو انت راجل اعمل اللي هو عمله ده. ينفع تشرح يعني ايه نيومون والترا مايكروسكوبيك سيليكو فولكانوكونيوزس؟ بص هو ده مرض في الرئه بيحصل بسبب جزيئات صغيره جدا اسمها السيليكا بتبقى موجوده في الرماد البركاني، بس كده. انا نفسي بصراحه دكتور زينهم يبقى صاحبي، لان اي حاجه اي مرض هيجيلي في الدنيا هو هيعرف ايه سببها وجالي ليه وايه اللي هيحصل لي بعدها، وفي الاخر مش هفهم منه حاجه لان هو بيتكلم انجليزي وبسرعه. انا لغتي الانجليزيه يعني نوعا ما كويس، بس عمري ما هفهم دكتور زينهم وهو بيتكلم حتى لو بيتكلم عربي. في الطب في حاله اسمها سيتويشنال سينكوب، ودي بيحصل فيها حالات للاغماء وفقدان الوعي في مواقف معينه زي الضحك زي ما شفنا في الفيديو. اللي بيحصل في جسم الانسان ان الانسان ما بيبدا يضحك بشكل كبير ده بيزود الضغط في منطقه القفص الصدري، فده بيضغط على عصب موجود. 10 جنيه للي يعرف يقول نفس اللي هو قاله دوت من غير ما يرجع الفيديو. 10 جنيه كامله، 1000 قرش. دكتور زينهم برضو لما جه حبب الطب والعلم. يعني ايه يا اسطى بامبي ايز؟ ومش هدور عشان مكسل بصراحه، بس اكيد مش قصدك يعني ان عيونها لونها بامبي. اي بنت عندها بامبي ايز الدكتور زينهم هيعجب بيها وهيبص لها كده. هيسو بقى بامبي ايز، هيسو اعمل التمرين ده في الايدين كل يوم، هيزود الدوره الدمويه ويخلي ايديك اقوى ويقلل الاحساس بالالم والتنميل. لو ما عملتش كده بصباعك مش هتقلل من الاحساس بالالم والتنميل. لازم عشان تفقد الاحساس بالالم تقف قدام مرايه كده وتطبع. طب يا جدعان كده الفيديو خلص، وبكده نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخش سيرفر ديسكورد، وبس كده سلام. او مثلا اجي مثلا اقول لها باي باي الاقيها تعمل لي اوريجاتو. لا لا مقسم بالله الحاجات دي.